وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. كل عام وأنتم بخير. طبعا عدى من رمضان طيارة 7 أيام، يعني عدوا بسرعة، بس نريد من الله سبحانه وتعالى أن ندرك ما بقى من رمضان. آسف على التأخير في تنزيل الحلقة اللي فاتت، بعض الظروف حصلت كده، بس يعني الحمد لله على كل حال. المهم يا عزيزي، قبل ما نبدأ احنا عندي طلب ليك ورجاء خاص. أولا الدعاء لإخواننا في غزة، ما تنساهمش أبدا، ما تنساش المقاطعة، ما تنساش الدعاء، لأنهم في أحوج ما يكونون إلى دعائنا. نعم، فنحن ليس بأيدينا إلا الدعاء، يعني ما تنساش إخوانك في غزة من الدعاء في كل وقت. هنبدأ إن شاء الله مع بعض. إحنا المرة اللي فاتت ختمنا عن غض البصر، إحنا اتكلمنا عن الحجاب وتكلمنا عن المفسدات الصوم، 3 خطوات، أسهل 3 خطوات تفسد بيهم صومك. فالنهارده إن شاء الله هنتكلم عن غض البصر. طبعا إحنا بنتكلم دلوقتي اللي مثلا البنات بقت كلها محجبة إن شاء الله، ربنا يا رب يهدي شباب وبنات المسلمين. هنتكلم عن غض البصر. طيب، هل ربنا سبحانه وتعالى اختصني أنا كشاب بغض البصر؟ هل اختص البنات بغض البصر؟ لا، بل ذكر النوعين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم آياته: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآيتين جم ورا بعض، يعني وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طب إيه اللي ناتج عن غض البصر؟ حفظ الفرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة، من تركها خوفا من الله عز وجل أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في القلب. لما أنت بتفتح عينك على الدنيا، في عين من عيون قلبك بتقفل، في عين من العيون اللي موجودة هنا بتقفل. يعني دايما احنا بنقول البصر متعلق بالبصيرة. لو انت قفلت عين من عيونك، هتلاقي عين من عيون قلبك بتفتح، هتلاقي بصيرتك بتفتح. ده يعني اللي بيحصل. يعني تأتي الواحد كده، شوف شاب مثلا او شخص انت تعرفه متدين وملتزم جدا، لو رحت له هتلاقيه يقول لك، لو انت رحت استشارة ليه في حاجة، قلت له والله مثلا انا عايز اشتري العربية الفلانية، عايز اعمل الحاجة الفلانية، عايز اشتري البيت الفلاني، هيقول لك طب انت عايز البيت الفلاني، طب اقول لك بلاش، طب اقول لك ما تعملش، طب اقول لك ما تخليش، طب اقول لك ما تسويش. وتكتشف فعلا ان الشخص دوت كان صح. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عطاه بصيره، لانه قفل عين من عيونه في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى عطاه حلاوه في الايمان، وجده في قلبه. حاول كده مثلا، احنا هنتبع قاعده: طول ما انت ماشي في الشارع حاول ما تبصش خالص، غمض عينك، حاول ما تبصش حواليك نهائيا. حاول تعمل ايه اللي هو انا مثلا ماشي في الشارع، فطول ما انا ماشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بحيث ان انت لو عينك وقعت على حاجه وحشه تبقى الاستغفار يمحي على طول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي: يا علي، لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وعليك الآخرة. سؤال بس بسيط نستوقف به الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من؟ يحدث سيدنا علي بن أبي طالب، أحد المبشرين بالجنة، أول من أسلم من الشباب. فاللي هو سؤال بسيط، يعني المحدث من؟ سيدنا علي. ولكن
في موقن الحديث. احنا لو استيقنا الحديث، احنا عايزين نعمل الحديث ده علينا احنا. في نقطة غض البصر، غض البصر اولا، انت يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تتبع خطوات الشيطان. انت لما تبدأ تبص ده بيفسد القلب. طيب بيؤدي بينا لايه؟ حوار عدم غض البصر ده حوار يعني ايه؟ بيؤدي بيك لكذا حاجة. اولا اول حاجة فيهم الاباحية اللي بقت منتشرة جدا جدا جدا. تاني حاجة بيؤدي للعلاقات الغير شرعية، لأن القلب إذا أحب ابتلي. يعني ده بلاء. في كتاب الداء والدواء باب اسمه باب العشق، باب كده أو كذا باب ورا بعض ليهم علاقة بالعشق والحب وإلى آخره، تكلم عنه الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه. الكتاب رائع، أنصحك بيه جدا. فغض البصر يعتبر يعني انت ما تغضش بصرك، انت ماشي في الشارع قاعد بتبص على دي، بتبص على دي، بتبص على دي، بتبص على دي. طب ايه، هل انت اقف كده مع نفسك دقيقة، هل انت هتتجوز دي ولا هتتجوز دي ولا هتتجوز دي؟ طب انت بتبص ليه بما انك مش هتتجوز دي ولا دي ولا دي؟ طب بتشيل ذنب ليه على دي ودي ودي؟ وفي الاخر بتلجأ بعد كل دول للإباحية. طيب بالنسبة بقى للبنات، بالنسبة للبنات فهي لما بتحب او بتقع، لما تبص لحد فهي ممكن تحبه، وده بعد كده بيؤدي لشيء اخر اللي هو مثلا تخش تكلمه مش عارف ايه والكلام ده. لان ممكن البنت مش زي الشاب، الشاب ممكن يمسك نفسه عن الحب او عن الاعتراف به، لكن البنت لا، مفيش الكلام ده. بس انا عايز اقول لك حاجه دلوقتي، انت مثلا مش هتغض بصرك، انت هتتبع خطوات الشيطان. تمام، هنمشي معاك واحده واحده. انا مش في الشارع قاعد ببص على دي، ببص على دي، ببص على دي. طيب انا كده قلبي بقى مشتت، انا بقيت شايف. كان الشيخ سمير مصطفى كان ليه كلمه كده بيقول لك ايه، انت مسكت اكنك جبت عمود، حطيت عمود بتبص عليه كل شويه، تبص على واحده، تبص على واحده. قلبك اتملى خلاص، قلبك اتملى بذنوب وسيئات، وبصيرتك اتقفلت، عين قلبك اتقفلت. فانا لما اجي اسالك العمود دوت فين راسه وفين رجليه، المفروض رجليه تحت وراس العمود فوق، فانت هتقول لي لا، راسه تحت ورجليه فوق. انت بقيت كده دلوقتي، انت قاعد بتبص على دي، بص على دي. طب ليه؟ طب ليه؟ حاول تمنع نفسك واحده واحده، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك. طيب في آية خطيرة جدا في القرآن، الله سبحانه وتعالى بيقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ربنا سبحانه وتعالى بقك اللي انت بتتكلم بيه ده هيتقفل، ايدك هتتكلم ورجلك هتتكلم وجلدك هيتكلم، وعينك هتتكلم. عينك يا رب انا للحرام نظرت، يا رب انا للحرام نظرت، يا رب انا للحرام نظرت، انا في الحرام في يوم من الايام يا رب بصمت. ربنا سبحانه وتعالى هياتي ليك وليها يوم القيامه، هيسالك انت في اليوم الفلاني بصيت على فلان الفلانيه؟ انت في اليوم الفلاني بصيت على فلان الفلاني؟ انت هتنكر لا والله يا رب، لا. تلاقي عينك جايه ربنا سبحانه وتعالى خاتم على افواهك فيك، وتلاقي نفسك عينك بتتكلم بتقول والله يا رب لقد نظرت في اليوم الفلاني الى الشيء الفلاني. طب ليه نوصل للمرحله دي؟ ليه نوصل لحاجه من المرحله ديت اللي هو نخلي عينينا تشهد علينا ونفسنا تشهد علينا وارجلنا تشهد علينا؟ طب ليه؟ طيب احنا هنا هنستوقف شويه على اللي بيحدث من عدم غض البصر. احنا اتكلمنا عليها قبل يعني دقيقه بالظبط، بس هنقولها تاني بسرعه. اولا الوقوع في الحب او العشق، تمام. ثانيا ان الله سبحانه وتعالى بيقفل عليك عين من اعين قلبك، البصيره بتاعتك بتقل بتقل بتقل. يبقى قدامك 4 اختيارات، حلو، انت عارف اللي الف هو الصح، تروح تختار ب. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ختم على بصيرتك، ما انتش عارف ايه الصح من الغلط، ما انتش عارف، خلاص. لو رجعنا للحديث تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام ابليس. في اخر الحديث قال يعني ان انت هتجد ايمانا حلاوته في القلب. طب الايمان اختفى خلاص، انت سايب عينك تبص على دي، تبص على المواقع الفلانيه، تخش على الموقع دي،
خش هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. طيب ايه اللي هينتج عن كده؟ قلبك خلاص باظ فسد. طب هنبدأ نعمل ايه بقى؟ نبدأ نغسل قلبي، نبطل شوية بس، نبطل ننظر على ديت وننظر على ديت. نعمل ايه في الايام ديت؟ نبدأ نستغفر. والله مثلا مصحفي هو، نبدأ نفتح المصحف بتاعي ونبدأ نقرأ في المصحف، وهكذا. هتلاقي الدنيا بدأت تفك معاك شوية، هتلاقي واحدة واحدة تغسل قلبك، تبدأ تستشعر حلاوة الإيمان. عندي مثلا تفسير، نجيب تفسير زي دوت مثلا نستعيره من حد، تمام، ده التفسير السعدي، نبدأ نجيب من حد مثلا نستعير منه التفسير ونبدأ نقرأ فيه، تمام. نشوف سورة مثلا تكون ليها سورة النور مثلا، نبدأ نقرأ في سورة النور لأن هي تكلمت في الموضوع دوت، فنبدأ نقرأ في تفسير سورة النور وهكذا. طيب ايه فوائد بقى غض البصر؟ احنا قلنا اهو، تمام، احنا قلناها طبعا واحنا بنتكلم في وسط الحديث، اللي هو هتلاقي ايمانا تجده حلاوة في القلب. وعايز اقول لك الجهاد اليمن دوت هو غض البصر، يعني هتؤخذ عليه اجر 70 من الصحابة اللي هم كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيعملوا غض البصر. هتلاقيني سيب لك الحديث هيظهر على الشاشه قدامك لان انا مش متذكر الحديث، تمام. غض البصر يعني دوت جهاد الزمن دوت. فحاول انا وانت مع بعض كده، كل واحد فينا او التاني، كل واحده تشد صاحبتها تقول لها ما تبصيش، لان بعد كده بيقع عدم غض البصر في الارتباط. وده هيبقى ان شاء الله موضوعنا على مدار حلقتين ان شاء الله مع بعض، تمام. الارتباط هيبقى معانا لمده حلقتين مش حلقه واحده، لان الموضوع خطير كبير شويه، فهنتكلم فيه في حلقتين ان شاء الله. هو موضوع الارتباط. وطبتم في خير، طبتم وطاب ممشاكم. يلا، السلام عليكم.